السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب الحوار، وأهلا بيكم في حلقة جديدة في اي جي اي ار كافيه. النهاردة معانا دكتور محمد نصر الدين، يعني أحد الأعلام، ربنا يبارك له يا رب. وباشا يعني والله يا باشا يعني قد هرمنا قد هرمنا، يعني ربنا يبارك لك. فاهم؟ معلش معلش. يا محمد يعني أنا إيه، بحاول أجر رجله بقالي فترة طويلة، وأخيرا الحمد لله عثرنا فيه زي ما بيقولوا يعني. فيا باشا يعني تحب تقول لنا ايه عن نفسك؟ والله يا دكتور عمر، يعني انا اولا يعني ماي بليجر ان انا ابقى معاك ومع كل الكافيهيه، نسميهم ايه؟ طيب اللي قاعدين على الكافيه، يعني ممكن نشوف لها ايوه، لفظ اسم فاعل مثلا. هيجي ان شاء الله، ما تشغلش بالك. هيجي بس هو الحقيقه برضه، يعني هو كان الكونسيرن بتاعي ان انا هقول ايه بعد ما كل قد قيل، عارف يعني ماذا اقول بعد كل ما قد قيل. يعني آه طيب، هي الفكره كلها زي ما كنت بقول لك ان انا فعلا ما كنتش بالعكس، كنت مستمتع جدا من كل التجارب اللي سمعتها وشفتها على على الصفحة أو معاك، وكنت حاسس إن هو يعني ممكن يبقى الموضوع إيه. ما عنديش جديد أقوله أو ما عنديش حاجة مختلفة أقولها، لكن كفاية زي ما أنت قلت إن إحنا قاعدين مع بعض بندردش مع بعض، ده في حد ذاته كفاية جدا بالنسبة لي يعني. آم، فأنا مستمتع جدا بوجودي معاك، وإن شاء الله أتمنى تبقى حلقة خفيفة لطيفة ظريفة على كل اللي بيسمعونا يعني. ربنا يبارك لك يا رب. تمام. أيوة. تحب تقول لنا ايه عن بداياتك مع الطوارئ؟ بدأت امتى وازاي، وهل عن حب واقتناع زي ما بيقولوا، ولا ولا وقعت فيها؟ كانت نيابة صالونات. كانت نيابة صالونات، صح. هذا اللي أقدر أقوله يعني. آه، آه. طبعا البداية كانت سنة 2010. أنا خريج دفعة 2008 كلية طب جامعة طنطا. الحمد لله كنت يعني من أوائل الدفعة، فطبعا البداية كانت في جلسة النيابات. ما قبلها طبعا كان في فترة تحضيرية لاختيار النيابة. وبيبقى فيه برضو أكتر من فاكتور بيبقى يعني بيساعدك، أو بيبقى زي ما بيقولوا كده بيحدد أولوياتك في اختيار النيابة وقتها. إذا كانت النيابة بتثبيت أو من غير تثبيت، التخصص، طبيعة العمل فيه، طبيعتك الشخصية، تقدر تتوليريت الشكل ده من التخصص واحتياجاته ولا لأ. كان سبقنا في هذه النيابة أو في في التخصص طوارئ يعني بس دفعتين. انا كنت الدفعه الثالثه. كان لسه الطوارئ كتخصص جديد عندنا في الجامعه. وكمان يعني كانوا من سبقوني من الزملاء من الدفعتين السابقتين. يمكن كانوا أربعة، كان منهم ثلاثة وقتها في الجيش، في الخدمة العسكرية. فكان في بس زميل واحد طبعا غني عن الذكر، يعني إن أنا أقول دكتور وسام، طبعا سينيور طوارئ في طنطا عامة. يعني أول دفعة كان دكتور وسام والدكتور أحمد عيد، طبعا الاثنين هم سنايرنا في الطوارئ. بس كان ساعتها يمكن دكتور أحمد لسه في الجامعة، يعني في الجيش. فكان دكتور وسام هو الوحيد اللي أنا تشرفت إن أنا قابلته طبعا قبل اختيار النيابة. فكان طبعا آه، الانطباع العام ان هو حاجه جديده، تخصص جديد. كان الانطباع العام اكيد انه هيبقى الموضوع فيه شويه معاناه، فيه شويه خطأ، فيه شويه خلينا نقول تخبط برضو عادي، مفيش مشكله خالص في الاول. كان لسه التجربه في بدايتها، يمكن ما بقالهاش شهور بس. يعني زي ما قلت لك، اغلب الزملاء كانوا في الجيش، فكان لسه التجربه الفعليه على ارض الواقع شهيطة. فطبعا الاختيار ما كانش سهل، الاختيار كان شوية تريكي. بس ساعد في كده برضه للأمانة إن هو كان أحد التخصصات اللي كان قدامي فيها بوست أو وظيفة تثبيت زي ما بيقولوا يعني. وفي حين ذلك الوقت ده كان فاكتور مهم جدا للاستقرار والاستابيليتي، وإن يبقى فيه عندك شكل من أشكال الجارانتي أو ضمانة إن والله something is going to happen، يعني في حاجة هتحصل. اللي مش واضح دلوقتي هيوضح قدام. فده كان الملابسات اختيار التخصص.
مش هضحك عليك واقول لك ان كان في فيجن واضحه بالنسبه لي عن ماهيه التخصص والجوب ديسكريبشن بتاعه لا للاسف ما كانش ده واضح. لان هو احنا هنستقي الكلام ده مش من انطباعاتي انا الشخصيه او مش من وجهه نظري اكيد. المفترض الكلام ده بيحدد مسبقا يعني من اداره الكليه او المكان بشكل عام، هو اللي بيحط الفيجن بتاعته ايه. الفيجن بتاع التخصص كان شويه ماشيه في اتجاه اكتر، مش اي ان دي اي او مش ايمرجنسي ميديسن، كانت ماشيه اكتر في اتجاه تروماتولوجي. وبالتالي الاسم في بدايه انشائه كان وحده لقسم الجراحه العامه او تبع قسم الجراحه العامه. وكانت اغلب الروتيشن بتاعتي في النيابه، لو نجامب بقى لفتره النيابه، كانت اغلب الروتيشن في سيرجيكال سب سبيشاليتيز او ديبارتمنتس، الى جانب طبعا الانستيزيا والكريتيكال كير والانترنال ميديسن. فترة النيابة أو ال3 سنين، لأن برضو أنا يمكن لحد مثلا دفعتين بعدي كنت الطبيب المقيم الوحيد اللي ملوش جيش. فزي ما بيقولوا كده أخدت ال3 سنين سك على بعضيهم كده از ات. فكانت فترة صعبة شويتين أكيد، طبعا كلنا في الفترة دي بيبقى الموضوع شوية ستريسفول وأوفرويلمنج، خاصة لو زي ما قلت في الأول ما كانش فيه فيجن واضحة وصريحة قوي يعني. لكن في نفس التوقيت كانت فترة أقدر أقول إن هي غنية جدا، غنية جدا باكتساب سكيلز وايد سكيل من فرايتيز كتير جدا. زي ما قلت نيابتي كانت في الأول روتيشنال أو نيابة الطوارئ كانت روتيشنال، هي نظام بتاع واغلبها تخصصات سيرجيكال. فانا كنت محظوظ بان انا اكسبوزد لفرايتيز كتير جدا من السبيشاليتيز وسكيلز كتيره جدا. انا بدين بالفضل طبعا للزملاء او الاساتذه اللي علمونا في التخصصات دي. آه، كانت مع الضغط بتاعها، بس كانت ممتعه صراحه، كانت ممتعه من ناحيه العلاقات العلاقات الإنسانية اللي مع تخصصات من كل المستشفى. يعني أنت تقدر تقول كده إن أنت مصاحب المستشفى كلها، يعني من كل التخصصات أو أغلب التخصصات ليك أصدقاء كلوز فريندز، مش أصدقاء مجرد أصدقاء عمل أو زملات عمل، لا أنت ليك كلوز فريندز في الحاجات دي. أظن دي كان ليها دور بعد كده قدام مع إنشاء قسم الطوارئ، إن هو يبقى فيه شوية ألفة وتقلل كتير من الكونفليكتس اللي انت اكيد عارفه كراجل بتاع طوارئ ما بين اقسام الطوارئ وما بين باقي التخصصات الأخرى يعني. أم، انتهت طبعا فترة النيابة بعد 3 سنين بالحصول على درجة الماجستير. بعد كده كان سنة 2013 طبعا. بعد سنة الماجستير انتقلت لتجربة تانية، وهي كانت وقتها ما اظنش ان هي لسه افيلابل دلوقتي، بس كان وقتها في قرار من الزمالة المصرية بان الحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات مع فترة تدريب مماثلة لفترة تدريب الزمالة يقدروا يلتحقوا بالزمالة. وده كان حاصل بعد انتهاء 4 سنين، 3 سنين نيابة وسنة معيد. آه، انضميت للزمالة، وصراحة ده كان قرار في وقته أنا ما كنتش لاقي له أي تفسير يعني. كلامك بأمانة، يعني أنا ما كنتش مم. يعني أنا بصراحة ما كنتش حاطط أي بلان يعني. وكان الفضل في كده يرجع لأحد الزملاء، يعني بصراحة ده ما كانش قراري يعني، ده كان ديسيجن او كان ادفايس من الدكتور اسراء. طبعا عارف الدكتور اسراء. أنا عارف، ربنا يبارك له. يشكر الله آه إن هو نصحك النصيحة دي. لا فعلا انا بشكره من هنا على النصيحه، فعلا يعني هي فعلا نصيحه اتت اكلها لسنين طويله قدام. الى جانب طبعا انا هقول كمان شويه، هو انا بحس فعلا انه القدر او مش قدر هو واجب، و وفي نفس الوقت هو امر لا مفر منه، ان كل العاملين في التخصص ده لازم يبقوا amalgamated together. يعني ما بحبش ابدا فكره انه يبقى في شكل من اشكال الكلاسيفيكيشن او التصنيف، اللي هو انت طوارئ ازاي، انت طوارئ بس، ذاتس ات، ودي كفايه من وجهه نظري يعني. فكل المنتمين لهذا السبيشال او هذا التخصص، خاصه باعتباره تخصص يعني ريلاتيفلي نيو، هو ما اقدرش اقول ان هو لسه نيو، لكن هو اتليست ريلاتيفلي نيو.
آم، يعني لازم بشكل من الاشكال يبقى فيه ما بينهم آه، وحده. لازم في وان بودي يجمع كل الناس دي، لان هو اي تجربه او اي مجهود هنا او هناك في النهايه هو بيصب في الصالح العام للتخصص ككل. فالصراحه يعني كنت سعيد جدا ومحظوظ جدا بان انا اقدم على درجه الزماله المصريه لطب الطوارئ سنه 2014، ديسمبر 2014، واحصل عليها الحمد لله. آه، اظن انا يعني كنت سعيد الحظ برضو ان انا كنت الاول على دفعه الزماله في هذه السنه. فدي حاجه انا بفتخر بيها جدا صراحه يعني. جميل جميل، ربنا يبارك لك. دي حاجه انا كنت بحب يعني، وعملت بقى من هنا صداقات ومش صداقات، يعني تقدر تقول علاقات انسانيه، علاقات عمر امتدت لحد اللحظه دي مع كل منسوبي الزماله. على الاقل انا بفتخر بكده او بحب كده، ما اعرفش هم وجهه نظرهم ايه فيا، بس انا من ناحيتي انا فعلا بفتخر جدا 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 بصداقتي مع كل منسوبي الزمالة المصرية. المكان ده أنا بشوفه آه، يعني بصراحة يعني شهادتي مجروحة، بس هو بشكل عام آه، بشوف إن هو كان ساعد وكان له دور مهم جدا في إنه ينتروديوس التخصص ده للهيلث كير سيستم المصري أو الهيلث سيستم المصري بشكل عام. وكان له أيادي بيضاء في إن هو يحط انبوت ويحط بصمة، فيعني يعرف الناس يعني ايه هو emergency medicine specialty. جميل. يعني كده وصلنا لسنة كام؟ 2000 ديسمبر 2014. يا زمان قوي. بلاش نتكلم في الماضي. بالظبط، حتى كان برد. جميل. ايوه، وبعد الزمالة يعني هل كان في اي درجات اخرى في الجامعة ولا خلاص انت؟ اه طبعا، يعني بعدها يعني كان في درجة الدكتوراه طبعا. بس يمكن خدت وقت طويل شويتين نظرا لظروف حصل فيها انتربشن كده لفترة وجودي في مصر. ف يعني انتهت في 2021 درجة الدكتوراه بعد شوية ما شاء الله. struggling كنت أنا السبب فيهم الصراحة. يعني الظروف زي ما قلت كده، عدم انقطاع وجودي في مصر فترة من الأوقات يعني. بس انتهت الحمد لله بالدكتوراه. جميل. آم، بعد الدكتوراه كان خلال الفترة اللي هي ما بين الماجستير وما بين الدكتوراه برضو كنت اشتغلت على جزئين من الام اركم او من الزمالة البريطانية. كنت انهيت الجزء الاول والجزء الثاني. وكان الصراحة الديسيجن بين هو يعني طب الجزء الثالث أو إتمام الشهادة هل هيبقى مفيد في الوقت ده، ولا أنا كده كده مكمل في مصر فمش هقدر إن أنا أستفيد بيها بشكل سفر أو خلافه. لحد انتهاء فترة الدكتوراه. بعد ما خلصت الدكتوراه كان جاء هنا بقى المرحلة اللي بدأت زي ما بيقولوا كده إحياء الآمال إحياء الماضي، الحلم القديم. مم. ف وهنا جاء دور، يعني الواحد في سكته او في الطريق كده بيبقى فيه علامات كده الواحد ما يقدرش ينساهم، يعني كاشخاص بيساعدوك، بيجايد يو، بيشاركوك جزء كبير جدا من الرحله او من الطريق. فهنا في المرحله دي كان الدكتور هشام اشرف، طبعا البوب الكبير. طبعا الدكتور هشام طبعا معرفتي بيه كانت سابقه لذلك يعني. بس في اللحظه دي او في الوقت ده جت فكره الام تي اي او الميديكال تريننج انيشيتيف بروجرام، ان هو يبقى شكل من اشكال الباثوي اللي يساعدك انك تجين ان اتش اس اكسبيرينس كورك كتريننج، وفي نفس الوقت انك يعني تقدر من خلال تواجدك في الفتره دي انك تخلص الممبرشيب الام ار. هنا حصل التواصل مع الدكتور هشام والانتقال فتره يوكي. فتره ما كانتش طويله قوي كوقت، لكن برضه مثمره وكانت جويفول جدا وممتعه جدا. خلالها حوالي كانوا 7 شهور أو أقل قليلا، انتهوا بنهاية السنة 2021. كان قدرت خلالها إن أنا أخلص الجزء الثالث من الزمالة البريطانية. ما شاء الله. ودي كانت آخر
آخر درجة علمية يعني حصلت عليها. جميل. ورجعت تاني مصر لظروف أسرية أو لظروف خاصة، وتلنا مكمل لحد الآن زي ما أنا في مصر. ربنا يبارك لك يا رب. طيب، في خلال الفترة ديت واضح بقى يعني من الماجستير إلى أو من الماجستير إلى الزمالة ثم الدكتوراه وبريطانيا ثم العودة إلى مصر، يعني نقول أنت نطيت كم نطة كده حلوين. آه، بدأت بإيه ومشيت إزاي؟ والله هي بدأت تقدر تقسمهم إلى مراحل. يعني المرحلة الأولى مرحلة الفاونديشن. الفاونديشن اللي هو فعلا زي ما بيقولوا كده، شغل كتير، تعليم كتير، فترة النيابة، تمام. فترة الريزيدنسي بروجرام أو تريننج بروجرام. شغل كتير جدا، ستريسفول إلى حد ما. ممكن يبقى في بعض الأوقات كان اوفر، ممكن، مش هقول لا. بس دي الفترة البيزك اللي انت اقدر اقول ان انت اللي هتعيش عليها بقية عمرك. يعني ده توصيفي للفترة دي. دي الفترة اللي هتأكواير فيها البلك الأساسي من السكيلز. ما اقدرش اقول برضو من النوليدج، لسبب لان هي عندنا مشكلة برضو الى حد ما في فكرة التريننج بروجرام في الريزيدنسي بروجرام عامة في مصر، مش بس في اليونيفرسيتي هوسبيتالز او المستشفيات الجامعية. ان النولج اللي بتاكوايرت during الفتره دي ممكن ما تبقاش مدققه قوي، ممكن ما تبقاش كلها precise او updated او evidence based. انت عارف انت فكره الفوكابلري اكسبيرينس او فاهم. والله هذا ما وجدنا عليه اباءنا، احنا بنعمل كده علشان هو بيعمل كده، واحنا كلنا بنعمل كده. مم. بيبقى برضو آه، توقيت اكتساب المعلومه بيبقى صعب ان يبقى عندك وقت كافي انك تدقق او انك تريفايز او انك تدب بيهايند. فاحيانا واحيانا كتير مش قليل الصراحه بتيكت از ات از زي ما بيقولوا، فاهم؟ اللي هو احنا خلاص احنا هنعمل كده. بالظبط، هذا ما وجدنا عليه آباءنا حرفيا، يعني هو ده اللي بالظبط. موجود، ده اللي ماشي. بالظبط. بس هي برضو بتبقى في فرصه كويسه لسبب، لان هو انك تصلح شيء انت كنت اكتسبته غلط او كنت بتعمله غلط هو صعب. مش هقول ان هو سهل، هو اصعب بكتير من انك تاكواير الشيء الصح from the start، لكن بيبقى permanent. انت عارف انت فكره اللي هو acquiring by trial and error، gaining ايوه، knowledge by trial and error. ده حقيقة. انت كنت بتعمل شيء كنت فاكره صح، وبعدين اكتشفت ان هو لا، مش على اطلاقه صحيح. فما اقدرش اقول ان فتره الريزيدنسي او فتره الفاونديشن كانت 100% نوليدج، لكن اقدر اقول ان هي كانت لو نقسمها نسبة يعني هنقول آه، 60% سكيلز، 60% هاند سكيلز، 40% نوليدج او 30% نوليدج، و10% كوميونيكيشن. ودي برضو مشكلة تانية انا اشوف ان هي موجودة عندنا في الريزيدنسي او تريننج بروجرامز بشكل عام، هو السوفت سكيلز. احنا كنا بنبقى مهتمين جدا، احنا ومن هو مسؤول عن التريننج بتاعنا، يعني ان انت تاكواير الهارد سكيلز، تاكواير النولج، تاكواير السكيلز، تدو المانجيريال ورك، وكل ده مهم طبعا، لا انكار يعني، لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك. لكن انا كنت بشوف ان في حاجه لا تقل عن كل ده اهميه: سوفت سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز. وهي يمكن دي اغلب، ازعم كده ان اغلب مشاكلنا في القطاع الطبي في مصر، يمكن في كل دول العالم، هو فكره الكوميونيكيشن. يعني انت عملت شيء جميل جدا، بس البنت اون ذا اذر سايد هو مش شايف اي حاجه. هو يعني في هو انت واقف على شط، هو واقف على شط تاني وما بينكم بحر. البحر ده ما حدش شايف التاني، زي البحر اللي ورايا ده محدش شايف التاني حرفيا. ده حقيقي فعلا موجود هنا برضو، يعني في في اليو كي برضو بيشتغلوا عليه كتير يعني. بس هي الفكرة ان هو زي ما انت بتقول كده الاويرنس بيه يعني محتاج شوية، محتاج دفعة للأمام قوية شويتين تلاتة في مصر مثلا، أو هياخد وقته يعني إن شاء الله ويكبر يعني.
لو انت قاعد في مصر، أو خلينا نزق يا باشا، يلا انا جاهز والله، بنزق. ادينا بنزق انا اهو، شايف ان هو بكافيه اهوت يمكن يزق زقه يعني. ربنا ييسر. بس اتمنى ما حدش يسمع الكلام ده قوي يعني ويزعل. يا عم ان شاء الله يعني، لا، مفيش زعل يعني، هو الهدف في الاخر الصالح العام للناس، سواء اظن هو الموضوع بيعود بالنفع ال... على كل الاطراف، يعني بيعود بالنفع على المريض. هو مش اظن، هو ده حقيقه يعني. هو هو بيعود بالنفع على المريض، وبيعود بالنفع على الطبيب، او وعلى المنظومه الطبيه اللي هو يعني اللي مقدم فيها الخدمه، سواء بقى بنتكلم في مستشفى، في جامعه، في اي مكان يعني، في وحده صحيه حتى، في عياده. ففي الموضوع لو في كوميونيكيشن كويس، الكل كسبان يعني، الكل بلا استثناء. مش معنى، مش يعني الفكره احنا بنحاول نعدل او نحاول نقول والله ان احنا عندنا opportunity، او يعني فرصه للتحسين، لا يعني ان احنا وحشين يعني. احنا صحيح بنقدم طب كويس جدا، وده اللي الواحد برضه اظن، مش عارف توافقني رأيي ولا لا، احنا بنقدم طب كويس جدا في مصر، بس يعني مش متغلف كويس يعني، محتاج تغليفة في الآخر تظبط كده. فلا، فالموضوع هينط نطة محترمة يعني. أنا متفق معاك تماما، متفق معاك تماما. فكره اخراج الخدمه الطبيه، هو الخدمه الطبيه ممكن بتؤدى بشكل زي ما انت قلت، ممكن يبقى قوي جدا، قوي جدا فعلا. دي حاجه على مستوى اشخاص، مؤخرا على مستوى امكانيات بدات الى حد ما تتغير، وانفراستراكشر بدا يتحسن. لكن فعلا فاضل لنا اظن فكره الاخراج دي اظن ان هو هي هي النكست. فاينلايز. بالظبط، هيفاينلايز الدنيا دي كلها يعني، حط التاتش الاخير زي ما بيقولوا. بس انا نجيب. برضو فعلا ملاحظ ان ده بدأ يتغير حتى على مش مستوى بس البوست جرادويت، على مستوى الاندر جرادويت. يعني انا بشوف دلوقتي، بما ان انا شويه ان تاتش مع فكره المناهج، بشوف دلوقتي في مناهج الطب بدأت 5 بلس 2 وغيرها، حتى من 6 بلس 1 القديمه، يعني قبل ال 5 بلس 2 كمان، بدأ يبقى في موديولز بتتكلم على الانترفيوينج سكيلز. دي ما كانتش موجوده انا وقت دراستي انا للطب، وقت تخرجي، وما اظنش برضو ان هي كانت موجوده ايامك يعني. فرق مش كان شو. كبير يعني، صح؟ كبرنيش قوي يعني، فرق مش كبير. فلا، ما كانش فيه فعلا انترفيوينج سكيلز دي، ما كانش فيه كده. يعني انا اول مره اسمع كان في البوست جرادويت. في البوست جرادويت بقى، في البوست جرادويت بالامانه يعني للماركت، مهاره يعني ايه، والزماله مصريه، انا اسف عشان ابقى دقيق، الزماله مصريه. ده من امتحان الزماله المصري. آه، حاجه اسمها اوسكي ستيشن، هتقول لك هاو تو انترفيو ا بيشنت. مش فكره بس الهيستوري تيكينج وخلاص، لا لا، سيبك من القصه دي حاجه بيزك قوي، احنا اوفر ات. لكن انت how to deal with angry patient, how to deal with angry relatives مثلا، how to deal مع conflict of interest, how to deal مع difficult referral. الحاجات دي احنا كنا بنعملها زمان. هو حاجة موجودة، هي مش يعني لم يتم اختراعها، هي موجودة طول الوقت، بس احنا كنا بنعملها زي ما بيقولوا كده بالفطرة. يعني فاهم؟ آه الفطرة المذهب، او يعني تحسن بعلم، اكيد بتبقى احسن كتير، بتبقى اوضح كتير، بتبقى مور كونسيستنت، وفي نفس الوقت حاجه يقاس عليها ويبنى عليها. آه، احنا اظن الموضوع ده زي ما قلت كده ان هو بدا يتحسن على مستوى الاندر جرادويت حتى. واتمنى انه يفضل يستمر ويبقى جزء مهم جدا في تريننج بروجرام والريزيدنسي بروجرام اسسمنت لاي مكان يعني. جميل. طيب، ده كان جزء هتك- الفاونديشن. فاونديشن. وبعد كده معلش ده بقى قطعتك، اتفضل. ال تمام، جزء الفاونديشن والدرس المستفاد منه الكوميونيكيشن محتاج يتظبط. يعني لو هقول حاجه فعلا محتاجه تتظبط بشكل الاولى بالرعايه زي ما بيقولوا. طيب، مم. المرحله الثانيه كانت مرحله الانطلاق.
شويه يعني الى حد ما، اللي هو انت انتقلت من مرحله انت في الاغلب ريسيفنج اوكي، لمرحله تانية اللي هي مرحله ما بعد، اللي هو خدت اكاديميك بوزيشن، بقيت اسيستنت ليكشر، بقيت مدرس مساعد، فبقى عليك responsibilities طبعا غير الكلينيكال responsibilities which is continuous all over the time يعني، لكن بقى في responsibilities اخرى: training, academic, teaching, research. فبقى انت المفترض دلوقتي directed لجانب اخر، مجال اخر يمكن انت ما كنتش exposed ليه بالقوه دي وانت ريزيدنت. طبعا كان موجود برضو بس مره تانية بالفطره يعني، انت طول الوقت بتتعلم وبتعلم، بتتعلم من زمايلك الاكبر منك والاصغر منك، وبرضو at the same time لو في موقف انت كان عندك حاجه تقدمها بتقدمها، لكن مش بالشكل اللي هو ايه as a responsibility. لكن لا، في مرحله بقى مدرس مساعد دي كانت المرحله اللي انا يمكن اكتشفت فيها بوتنشال في نفسي انا ما كنتش واخد بالي منه قوي، وهي فكره التيتشنج. فكره ان انت how to conduct a training session او learning session. ودي بقى فتره طويله جدا، فتره كام سنه نقدر نقول؟ زي ما قلت لك 7 سنين او اقل قليلا. الفتره دي كلها كان العنوان الاساسي ليها هو فكره ال teaching potentiality او teaching potentials. باي بالممارسه بقى، بالممارسه من خلال responsibilities بتاعك جوه الجامعه وخارج الجامعه، في الزماله. من ما اقدرش انكر دور انستتيوشن مهم جدا. انا مش عارف يعني هينفع اقوله ولا ايه، بس هو مش شكل من اشكال الاعلام ولا حاجه خالص والله، لكن هو فكره الريسوسيتيشن كورسز او فكره الاي جي ار سي الايجيبشن ريسوسيتيشن كونسل، اللي هو فكره ان انت اندر سيرتن بودي عنده بوليسي معينه، عنده توجه معين في الانستراكشن وفي الليرنينج. فانت برضو استفدت، او انا استفدت من وجودي في هذا البوتقه في هذا المجال، بان انت تديفلوب البوينت دي. آه، حسيت ان انا فعلا لو انا هختار وظيفه ليا، انا دايما كل ما اقعد مع نفسي واسال هو ايه هي الرول بتاعك، او ايه هي البوتنشالز اللي انت ممكن تشتغل فيها. فممكن تلاقي كلينيشن، ممكن تلاقي تيتشر او انستراكتور، ممكن يبقى ريسيرش كوندكشن، ممكن يبقى جزء برضو نقول ايه كمان، يعني هما دول الثلاثه الاساسيين يعني. لو سالتني في المرحله دي، في مرحله ال7 سنين، كان ايه هي احب حاجه تقدر تقول ان انا اعملها، هقول رقم واحد تيتشنج الصراحه. هو له جزء مهم جدا كمان، او ريفليكشن مهم جدا على دورك ككلينيشن، لان هو انت في النهايه بتاكواير النولج، بتاكواير السكيلز بطريقه اسهل، اسرع، اكثر استدامه، وكونسيستنت وابديتد اكتر. الاكسبوجر ده بيديك الفرصه انك تبيلد يور كابابيلتيز از كلينيشن بدون ما تشعر اصلا، يعني بشكل اللي هو زي ما بيقولوا كده ايه، مستخبي، شكل هيدن. الفتره دي كان فيها برضو تعرض لاكتر من تجربه بره مصر، منها فتره شويه في امريكا، خاصه برضو بالريسيرش، كان تقدر تقول ريسيرش وفي نفس الوقت ليرنينج. زي ما قلت لك برضو فترة كنت اشتغلت فيها، أو يعني بدأت فيها يبقى مسند إلي بعض الحاجات كمحاضر في الزمالة المصرية، أحيانا ممتحن في بعض الستيشنز الأوسكي أو البراكتيكال إكزام المصرية. الحاجات دي كلها بتضيف لك حاجات، بتعلمك حاجات. أنا كنت حاسس إن هي بصراحة كانت متميزة جدا، كانت فترة متميزة جدا، فترة ال7 سنين دول. وتخللهم كمان فترة قصيرة خارج مصر، برضو كان جزء منها تيتشنج،
الغالبيه العظمى منه يعني كانت تيتشنج. وهنا كان تيتشنج في مجال مختلف شويه عننا، مش الكلينيكال فيلد او مش الميديسين فيلد، لكن لفيلد تاني برضه هو اوفرلابنج مع الامرجنسي ميديسين، اللي هو اي ام اس او الامرجنسي ميديكال سيرفيسز، بري هوسبيتال كير. يمكن هو ده الفيلد ما كانش ماتيور قوي عندنا في مصر، او ما كانش ديفلوبد بالشكل التخصصي قوي في مصر. لكن بره مصر كان لا كان مور ديفلوبد، كان مور كلير. وبرضه انا استفدت جدا من فكره مش بس فكره التيتشنج بقى، ان انا كنت مارستها بشكل بروفيشنال اقدر اقول عليه يعني، بشكل اكثر استدامه، او بشكل كونتينوس طول الوقت ما بعملش غيره. يعني هو دي الاونلي تاسك. ممكن جوه مصر دي بتعمل دي مع اذر تاسكس تانية، لكن في الفتره دي كانت لا، هي دي الاونلي تاسك اللي انت بتعملها، فكنت فاسنج عليها اكتر. لكن كمان استفدت منها فيلد جديد، مجال جديد اللي اسمه الاي ام اس والامرجنسي ميديكال سيرفيس، وازاي ده يقدر يكومبلمنت دورك في الام سي ديبارتمنت. جميل. انتهت الفتره دي بالحصول على الدكتوراه تمام. 2020 2021. مم. آه، الفتره الثالثه، اقدر اقول الفتره الثالثه هي دي اقصرهم يعني. لسه اقدرش اقول احكم عليه قوي يعني. يمكن الفترات السابقه، الفترتين الاولى والثانيه، عدى عليهم وقت، عدى عليهم زمن، فتقدر تبص عليهم من بعيد شويه وتقدر تقيمهم كايجابيات، وان شاء الله ما فيش سلبيات. يعني انا بحاول استفيد من كل حاجه يعني، حتى لو ما كانتش ممتعه في وقتها. دلوقتي الواحد نسي، مش فاكر اي مش فاكر الحاجات اللي كانت مزعلاني زمان. آه. حلو. الفترة الأخيرة دي. عليك برضه انت في التيشنج، يعني ربنا يبارك لك، الكل يشهد لك برضه في الصراحه في الحته ديت ان انت ما شاء الله عليك متميز فيها يعني. آم، انا معلش بقى هقف في الفتره التانيه ديت شويه. مش انت آه، انت في حاجتين قلتهم، اي ام اس و اسمه ايه ده، وريسيرش في اليو اس اي. ف ال... هل ده، خلينا نقول ايه، هل التو بوث ويز دول، او التو اوبشنز دول، او الفرصتين دول، آم، من خلال خبرتك، هل هم متاحين لأي حد ممكن كطوارئ يقدم عليهم أو يحاول يشارك فيهم أو ياخد الخبرة ديت، سواء في الاي ام اس ما قبل المستشفى او البري هوسبيتال كير، او الريسيرش، او ان هو يسافر مثلا في اي بلد مش شرط امريكا يعني، في اي بلد آه، بهدف الريسيرش؟ وهل دورك كرجل ستاف جامعة ساعد في هذا الموضوع ولا لا؟ طيب، هم متاحين، متاحين، يمكن بفرص تبقى متفاوتة، او يعني ما اقدرش اقول ان هم بنفس امكانية او بنفس درجة التوافر الخاصة بالامرجنسي ميديسين اللي هو التقليدي، اللي هو شغل الكلينيشن او شغل الكلينيكال التقليدي از ان emergency physician. الاولاني هو الاي ام اس، لانه هو لحد الان جوه مصر ستيل قائم على الشكل النمطي التقليدي اللي انت اكيد عارفه وكل الزملاء في مصر عارفينه، من هيئة الاسعاف، واللي هي بتقوم بمجهودات بالنسبة يعني. ويعني خلينا نقول بشكل برضو ما فيهوش تحيز، او ما فيهوش بشكل اوبجكتيف اكتر. طبعا حجم العمل المطلوب كتير وكبير لسه عشان نوصل لشكل الاي ام اس اللي احنا نقدر ان احنا نقول والله ان احنا عندنا emergency medical service well developed او mature enough، او بتقدم خدمة طبية ما قبل الوصول للمستشفى. لكن برضو اقدر اقول ان في شكل من اشكال الايجابيات والتغير يمكن ما يكونش بالسرعة المطلوبة، او ممكن ما يكونش بالشكل اللي احنا كلنا نطمحه او يعني نتمناه للاي ام اس عندنا في مصر. لكن هو اوكي، خلينا نبني على اللي موجود ونزق ونكمل فيه زي ما بيقولوا يعني. هو ماشي. للاسف زي ما قلت. يعني معلش، هو طيب، يعني نقول إن إحنا واخدين الاتجاه وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
ففي خطوات حلوة في هيئة الإسعاف في مصر، وربنا ييسر إن شاء الله وتكمل بإذن الله. بالظبط. بالظبط، هو ده اللي انا عايز اقوله فعلا، ان هو اوكي، محتاجين نجامب اكتر الصراحه، يعني مش عايزين نمشي ستيبس، احنا عايزين نجامب. لان هو لا احنا كويسين، اه يعني مش لكن مش هو ده الايدل، مش هو ده الاوبتيمم، مش هو ده. وحاجات ممكن ما يكونش بعضها او مش كلها مكلفه. احنا تمام. محتاجين نجامب عشان في الهيلث كير سيستم ككل، عشان برضه نبقى متفقين يعني لكن في حاجات احنا يعني اتشيف فيها بعض الحاجات، وفي حاجات انا شايف ان هي لسه ما اقدرش اقول ان هي دي البدايه القويه، او ما اقدرش اقول ان هو احنا لسه في مرحله التجهيز للبدايه. نقدر اقول كده، وعلى الاقل انا شايف كده من وجهه نظري. جميل. والتجهيز للبدايه دي بتبتدي، ودي بدات ان يبقى في اصلا تريننج بروجرام واضح للاي ام اس فروم ذا ستارت. هو ده موجود دلوقتي، يبقى في حاجه اسمها زماله الاي ام اس، او زماله مش عارف، ممكن تبقى المسمى غايب عن دماغي دلوقتي. لكن وجود التريننج بروجرام ده هيبقى البدايه اظن من وجهه نظري، آه. ان انت بترين ناس بجوب ديسكريبشن واضحه وكابابيلتيز تخليهم قادرين ان هم يعملوا الجوب ديسكريبشن. ده حقيقي. فالشغل في المجال ده من الناحيه الطبيه كاز كلينيشن هو موجود بره مصر. يمكن السعوديه او جنبنا يعني في دول الخليج، أنا ما عنديش معلومه اذا كان دول تانية غير السعوديه ولا لا، بيبقى فيها اصلا ميديك، بيبقى فيها عربيات ميديك، بيبقى فيها دكتور ببوليسي معينه او بطرق اكتيفيشن معينه، هو اللي بيتوجه اليها. وبيبقى عندهم في نفس الوقت الباراميديك، عربيه الاي ام اس العاديه، الباراميديك اللي بيبقى فيها الامرجنسي كير الاي ام اس جرادويتس، اللي هو خريجين كليات الاي ام اس، برضه بيتوجه اليها. هما شكل من اشكال الكلاسيفيكيشن او الكاتيجورايزيشن على حسب كل واحد معمول له اوثوريتي، او يعني البريفليج بتاعه ان هو يشتغل لحد فين، والافيلابل ايكويبمنتس المتاحه ليه برضه لحد فين. يمكن ده لسه مش بالشكل ده موجود في مصر بالقوه دي. يمكن لكن بره مصر في فرص للعمل بالاي ام اس قويه جدا للاطباء، تدريسا وعملا يعني. فكره التدريس مش انا الوحيد، يعني في زملاء كتير جدا، يعني على سبيل الامثله كتير جدا شغالين ما زالوا في هذه الكليات من سنين في السعوديه وغيرها من دول الخليج يعني. فده افيلابل. الحاجه التانيه فكره الريسيرش، هو ده برضو بالنسبه لي السؤال الصعب. السؤال الصعب لأنه هو يعني للأمانة هو أمر سهل، إحنا صعبناه على نفسنا، إحنا كمصريين أو إحنا كهيئات معنية بالأمر ده. معرفش ليه قررنا، ولا هو مش قرار، هو توجه أو هو انطباع إن إحنا الريسيرش واخدينه، عارف أنت كده زي مادة الفيزياء في ثالثة ثانوي. فإحنا طيب. ماشي يعني يعني هو في سؤال جاي اظن انت متوقعه بس يعني ماشي. جبت كام في الفيزياء؟ أنا جبت 49 ونص. هذا طب حلو. مش حلو والله. ماشي ماشي، هو ده السؤال يعني. حتى اجابته سهله ويعني ميسوره. جميل. حلو. طيب يعني فرصة الريسيرش قصدي، يعني لما طلعتها او يعني لما خدتها كانت آه، متخيل كده ان هي كان لها علاقة بالجامعة اكتر منها سيلف يعني مومنتم يعني. آه هو الصراحه كانت ليها علاقه بالجامعه، وبرضه مالهاش علاقه بالجامعه. يعني هو كان بروجكت من جامعه، كان هو يعني بروجكت مشترك بين جامعتي عين شمس في مصر وميرلاند في امريكا. وكان التقديم عليهم ترانسبيرنت، يعني هو الابلكيشن او البروسيس بتاع الابلكيشن مش بس خاصة بالجامعيين، ومش بس خاصة بالاكاديميك، اكاديميك ونون اكاديميك. وبس مش بس كمان الفيزيشنز، فيزيشنز
فارماسيست، دنتست، وحتى كمان بعض الاستاتستكس او بعض الاحصائيين من وزاره الصحه كان بيقدموا في هذا البروجكت. هو الفكره كلها ان هو كان بروجكت اسمه انجري بريفنشن. انا بصراحه جهلا مني وتقصيرا مني مش متاكد اذا كان البروجكت ده ستيل مستمر لحد المومنت اللي انا او الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ولا لا. لكن هو كان بيبقى بشكل سنوي، بياخد باتش. الباتش ده بيبدا يبقى تريند على البيزكس بتاع الريسيرش، ساينتفك ريسيرش. جزء منه كان فيس تو فيس وجزء منه كان اونلاين، كان هايبريد بروجرام في مصر. وبينتهي بانك بتعمل بروبوزل لبوينت اوف ريسيرش معين، وبعدين بيتم انتقاء مجموعة منهم أو من المتقدمين يعني، إن هم يكملوا التريننج بروجرام بتاعهم ده في ميريلاند. وينتهي البروجكت أو ينتهي الفند ده بإنك تفورمulate ريسيرش بلان أو ريسيرش ايديا عن حاجة تخص الانجري بريفنشن، أو تصب في مصلحة الجنرال جول البروجكت او للفند، وهو فكره الاويرنس بالانجري والانجري بريفنشن ميثودز او ميثودولوجي يعني عن طريق الريسيرش. ولكن دعنا لا نتطرق كثيرا للموضوع ده، لكن عايز اقول لك البوينت المستفاده. ليه لا تتطرق كثيرا؟ لان انا الصراحه كان في جزء مني من عندي انا ان انا ما عملتش اللي عليا كله الصراحه يعني، فمش عايز الناس تشوفه فتفتكر فيزعلوا مني اكتر. فيعني اوكي. لكن انا عايز اقول لك الحاجه اللي اتعلمتها والله ايه هي. يعني هو الريسيرش مش فيزياء، مش فيزياء خالص. هو الفكره كلها انك تختار حاجه هي هتبقى مهمه جينيون. انا وجهه نظري لو هتقول لي ايه اهم الشروط خلطه يعني عشان الريسيبي بتاعك تنجح والوصفه بتاعتك تنجح وتطلع شكلها جميل وطعمها اجمل. ايوه، اديني السيكريت صوص زي ما اه بيقولوا. بالظبط، الزتونه زي ما بيقولوا كان احد الاصدقاء، الزتونه. ايوه. الزتونه هي فعلا الاغراق في المحليه يوصلك الى العالميه. احنا مش بتتعلم ريسيرش بره علشان تعمل زيهم. هم عندهم بروبلمز مختلفه، عندهم هيلث بروبلمز مختلفه حتى عنك. وي ار نوت ذا سيم. احنا شغالين نفس الطب، بس احنا كل مجتمع كل كوميونتي وله المشاكل الصحيه والاداريه واللوجستيه وكل حاجه اللي هو متفرد بيها. في حاجات ممكن تبقى كومن از كومن وكلنا شيرنج نفس البروبلمز، وفي حاجات بتبقى خاصه بيك انت. البحث العلمي او الريسيرش بشكل عام هدفه الاساسي ان هو يحل مشاكلك، المشكله الاساسيه بتاعتك انت. فانا وجهه نظري ان الاستراتيجي الاساسيه للريسيرش لازم تبقى مبنيه على كده. لازم نبقى عارفين ايه هي مشاكلنا كهيلث كير سيستم، ونبدا نديزاين الريسيرش عشان يجاوب على هذه المشاكل او عشان يحلها بشكل حقيقي وعملي وصريح. وصريح دي ممكن نحط تحتها يعني كثير من الخطوط. انا بالظبط. يعني هو انا مش هحل المشكله طول ما انا مش عارفها، طول ما انا مش معترف بوجودها. لكن هبدا احلها لو انا اعترفت بوجودها. ممكن يبقى وجودها صادم، ووجودها غير متوقع، ووجودها تقول زي ما تقول، لكن في النهايه هي موجوده. وعدم اعترافك بيها وعدم رؤيتك ليها لن يغير من الامر في شيء. هي ستيل بريزنت، هي ستيل موجوده. نقص الامكانيات دي مشكله ممكن تتغلب عليها بالريسيرش بسهوله جدا، انك تديفلوب something يتوافق مع امكانياتك وفي النهايه يؤدي نفس الغرض. وبالمناسبه يعني في دول كتير بتعمل كده. يعني انا وانت بنشوف فيديوز كتير جدا لكلينيكال براكتس او مثلا سكيلز معينه، هي الايديال بتاعها انه يتعمل بالشكل الفلاني. فتلاقي دوله تانية بدون ذكر اسماء دول يعني، وهي معروفه، تلاقي الكلينيشنز فيها عملوها بشكل سمبليفايد يتناسب مع امكانياتهم، وفي النهايه نفس التارجت. انا شايف ان احنا ليه ما بنعملش كده. لا، وده حقيقي. وحتى في دول عملت الباث ويز الخاصه بيها. يعني قالت لك والله دي الباث واي الخاص او المعمول بيه في الديفلوبد كانتريز، يعني سواء بقى انا بتكلم عن بريطانيا، امريكا، ايا يكن، استراليا. هم عندهم الهيلث سيستم والامكانيات اللي هم بيشتغلوا في اطار معين بوجود هذه الامكانيات والبتاع ده. لكن والله انا عندي مثلا في البلد اللي انا فيها
وفي افريقيا يعني في في ادغال افريقيا. والله هم حطوا الباث ويز بتاعتهم، ده الباث واي بتاعنا، وده التريننج بروجرام بتاعنا بالامكانيات واحد اتنين تلاته، وفعلا بتكتشف ان الموضوع ايوه هو احيانا انا شخصيا بتصدم من بساطه شويه، يعني شويه ستيبس او حاجات كده. ده يعني ما هي سهله هي يا جماعه، هو ايه اللي يعني هو احنا مش فيزياء، مصعبينها على نفسنا ليه؟ هي مش فيزياء. والله الفيزياء حلوه يا عم، ده ليه انا جبت الفول مارك في الفيزياء يا عم طيب الحاج. شفت، انت كنت بتحب الفيزياء، يعني انا كنت بحب الاحياء اكتر. والله يعني انا ليا ذكريات مع الاحياء صراحه، بس يعني مش you have وقتها issues مع you الناس have بيها. issues ها. انا برضو كان عندي نفس الايشوز دي مع الفيزياء. تراست ايشوز. فعلا. الله المستعان. الحلو، فاحنا تو فيزز عشان احنا يعني استطردنا حبه حلوين. نرجع لنا من الموضوع. الفيزا الاولانيه كانت تشتغل كتير، ويعني ايه واشرب من الانفايرمنت، من اللي حواليك على قد ما تقدر، بغض النظر كان الموضوع ده صح او مش، بغض النظر عن الدقه بتاعت الموضوع ده قوي. وبعد كده ربنا كرم وابتدى بقى ايه، خلينا نقول التشكيل التاني لشخصيتك في حته الايه، الريسيرش والتيتشنج كاكتر نقطتين اثروا عليك. ايوه، ربنا كرمك وجيت انجلترا وخلصت بقى ايه الدكتوراه والممبرشيب، ورجعت مصر تاني. ماذا حدث بعد ذلك؟ الفيز رقم 3، آه. مانجيريال، اللي هو اوكي، تعالى انت بقى يا جميل يا حلو يا امور. عارف انت، تعالى انت يا طعم يا نايتي. آه. تعالى تعالى اوكي. دورها بقى. اه، طول ما انت موجود في فتره المدرس المساعد برضه الفتره الطويله دي، بمبادره شخصيه، انا دايما كنت حابب ان يبقى لي having an impact، ليك تاثير. لكن في النهايه لسبب او لاخر او لظروف كتير، يعني الامباكت بتاعك بيبقى ليميتد بقدر يعني اوكي you are trying doing your best، بس في النهايه الامباكت بتاعك كان هيبقى ليميتد بحاجات اخرى. الفتره ما بعد آه، حصول بقى على كل الدرجات العلميه دي، بقيت راجل زي ما بيقولوا كده now you are ready، استويت تمام، يلا ورينا. فورينا هنا دي بقى هتبدأ تكتشف بعد ثالث. هو الموضوع كان نوليدج، اوكي، وبعدين كلينيشن وايز او يعني كلينيكال باك جراوند او كلينيكال اكسبيرينس، اوكي، بعدين تيتشنج سكيلز وبعض ريسيرش سكيلز. مش هقول ان انا يعني العلامه الجاهز، لكنها على قدي، تمام. طيب، كل ده في النهايه لازم يضاف اليه بعد ثالث، وهو هاو تو مانج. ازاي انك تتعامل مع واقع بمعطيات، وانت عندك ادوات. ازاي تحاول تغير الواقع ده من حال الى حال بالادوات ديت، بالواقع اللي موجود، وهو فهم الواقع برضه زي ما بيقولوا كده، فقه الواقع او فقه الاولويات. ازاي هتبدا تتعامل بقى مع الواقع ده وانت في البدايه بتلاقي نفسك شويه واخداك الحماس، اللي هو عارف حماس الشباب المتاخر اللي هو ايه، يلا بينا نزق فهنزق، هي هتدور حالا، يعني هتدور حالا، انت فاهم قصدي. فبتصطدم بحاجات تانية، تصطدم بايشوز تانية. انت برضو او انا برضو ما عندكش الخبرة الكافية انك how to deal this issues بالشكل اللي هو وين وين سيتويشن. عارف انت وين وين سيتويشن، اوكي، انت هتكسب وانا هكسب. ما تاخدش الموضوع بشكل صدامي، او بشكل بلاش نقول صدامي، يعني هو مش صدامي، لكن بشكل اللي هو اتس اول اور نان، لانه هو ده في النهايه هيؤدي الى فشل. ده الدرس الثالث، المرحله الثالثه، مرحله هاو تو مانج، مرحله ازاي تدير. وانا ما اقدرش اتكلم في المرحله دي كتير، لان هي لسه زي ما بيقولوا بتطبخ على نار هادئه، يعني لسه بتستوي.
بحاول ان انا انميها بدراسه، بممارسه، بخلافه، باستفاده من تجارب اخرين. ده كان مهم جدا ان انا يعني في الفتره الثانيه، في المرحله الثانيه، شفت تجارب اكتر بقى. يعني هو انا احتكيت بتجارب اداريا، وتجارب ناس بدات، عارف انت، ليدرشيب، جوه مصر وبره مصر، مصريين وغير مصريين. فبتبدا تاخد منهم، بتبدا تاخد وبتستلهم من تجاربهم دروس تساعدك في الموضوع ده. وبتبدأ تكتشف ان ده كان اصعب شيء. يعني تعرف انت، النوايا الطيبة كويسة جدا، والنولج موجودة كتير جدا، و... والسكيلز والحاجات دي كويسة جدا زي الفل، حلو قوي. الاصعب بقى انك تدير كل ده، او انك توظف كل ده، او انك تعمل الخلطة اللي تجمع بين كل دول، علشان تبقى انت مسؤول عن تغيير حاجة او نجاح مكان، او انك فاهم قصدي. ده اللي اكتشفت مدى صعوبته مؤخرا. يمكن عشان لسه ببدأه، يمكن عشان بدأته متأخر، يمكن علشان انا برضو بصراحة ما كانش بيستهويني، او يمكن انا كنت مغرق جدا ومستغرق ومستمتع بالجانب اللي هو الأكاديمي والتيتشنج وكذا وكذا. فما كنتش شايف مدى أهمية المانجيريال بوينت اوف فيو للأمور. لكن هو بيلر، او خلينا نقول ان هو كورنر ستون لاي بروجرس او لاي تغيير. يمكن نسبه كبيره جدا، يعني اكتشفت ان نسبته تتعدى ال 60 70%. هو انك هاو تو بوت ا سيستم، هاو تو استابليش ا سيستم، وبعد كده تعبي السيستم ده زي ما انت عايز بقى، تحط نولج، تحط سكيلز، تحط كوميونيكيشن، تحط كل الكلام ده. بس في النهايه لازم في سكيلتون يتعمل. بناء السكيلتون ده هو اصعب ما يكون. انا يعني اكتشفت كده، او يمكن على الاقل، يعني زي ما قلت لك، لان انا مش قادر اقيم التجربه دلوقتي لاني في وسطها. بس هو فعلا حاجه مهمه جدا، وبرضه تنقصنا وبشده في مصر. جميل. جميل، ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. يعني ايه، نعمل ميتنج ان شاء الله كمان ما اعرفش قد ايه تكون التجربه 10 دي سنين استوت. احنا بنحاول نعمل ميتنج ده بقالنا كام شهر. ربنا يبارك يا رب. طيب هاخد بقى القصة، يعني ما شاء الله قصة جميلة، بس وهرجع بقى تاني شوية لورا وهسألك سؤال تاني. شايف الإمباكت بتاع الرحلة دي كلها عليك من الناحية الأسرية؟ يمكن احنا اتكلمنا عليك من الناحية العلمية الساينتفك، وناحية السكيلز والسوفت سكيلز والتكنيكال سكيلز والحاجات ديت وعملنا شوية ريفليكشن حلوين يعني على سواء على السيستم أو عليك كشخص. يعني معلش هاخد بقى الموضوع بقى عليك كشخص على الناحية الأسرية بقى، ده بالنسبة لك يعني الإمباكت بتاع الرحلة ديت عليهم كان عامل إزاي؟ أو أنت متخيل هو عامل آه، إزاي؟ هو ده التعبير الادق. انت متخيل وعامل ازاي؟ لانه هو قد يعني الواحد يتصدم جدا، ويحس بإحساس غريب لما يسمع الرأي ده من الطرف التاني. والطرف التاني ده ممكن يكون طفل عنده 4 سنوات، فبيتكلم ببراءة جدا، وهتلاقي هو شايفك من one point of view، وتلاقي نفسك اتصدمت. ايه ده؟ يعني انا بالنسبة لك كده. اه، ومع حق. هو معاه حق في اللي هو شايفه، هو مش شايف غير كده. انت فاهم قصدي؟ أنا فاهم. الموضوع ده ذو معاك شجون. الموضوع يا باشا. ذو شجون، عارف انت ذو شجون. ده مش الجول فعلا. ذو شجون. في النهاية انت بتكسب حاجة، ممكن بتضحي قصادها بحاجات، او بتخسر قصادها حاجات. آم، المجال الطبي ده والشغل فيه على مدار السنين طويلة بستاندرز معينة انت حاططها لنفسك او رسمتها لنفسك، بتفقد قصادها حياة اجتماعية. خلينا نقول هو الحياة الأسرية مش بس الأسرة الصغيرة، الزوجة والأولاد والوالد والوالدة والإخوات، لا، الأسرة الكبيرة، الأصدقاء،
اصدقاء سيبك من اصدقاء الشغل بقى، لان احنا وشنا في وش بعض، لما ده احنا زهقنا من بعض يعني. انت عارف، صداقات الشغل دي بقت ايه؟ بقت درجه من مرحله الاخويه. احنا عايزين نعمل اخويه، براذر هود كده نسميها، طورقيه مصر مثلا، او نسميها حاجه. ايوه، اقول لك الاسم هيجي وتقول لي اه كفاهية اه اه خوية. اخويه. وده هيبقى يعني ايه، بص، اضمن لك ان اللي هينضم لهذه الاخويه فوق ال 70% من الناس هيبقى عارفهم. اصل هي الطوارئ في مصر زي ما بيقولوا كده هي اوضتين وصاله. يا عم هي أوضة والله، مفيش صلاة. طيب خلاص يعني. اكيد اتقابلنا في كورنر ما، يعني اتقابلنا في مكان ما من الاوضه، فاحنا عارفين بعض. لكن وطبعا دي معرفه خير طبعا اكيد، لكن انا اقصد برضو ان في علاقات تانية اسريا واجتماعيا بتتاثر وبشده. بعضها بيبقى ترميمها صعب، وبيبقى للاسف زي ما بيقولوا كده، الشرخ كبر على انه يترمم. الوقت اللي انت هتكتشف فيه وجود الشرخ ده، او في الوقت اللي هيبقى عندك شوية وقت انك ومجهود انك ترمم هذا الشرخ، ممكن يكون احيانا كتير الشرخ ده بقى اكبر، اتسع الرتق على الحياكة وعلى الخياطة، ان هو يتلم. الحمد لله ده ما حصليش بشكل كتير، لكن هو الصراحة المدهش او الصادم، خلينا نقول الصادم، اللحظة اللي بتكتشف فيها وجود الشرخ، فبتقول ياه ازاي انا ما كنتش شايفه. ودي حاجة تقريبا أظن كلنا مرينا بيها، يعني وجود الشرخ ده ممكن يكون على هيئة تقصير في، زي ما قلت لك، في علاقات اجتماعية، الأقارب، ممكن يكون بعضهم درجة أولى كمان، ممكن يكون على هيئة تقصير في يعني مع السفر كتير والمروح والمجي إنك في فترة من الأوقات كان حد كان محتاجك جنبه وأنت ما كنتش متنبه، هو ما كانش بيطلب، فأنت ما كنتش متنبه لده، انت تكتشف ده فبترجع تراجع نفسك. ودي كان حاجة قوية جدا. ودي حاجة انا برضو انا عايز اقولها يعني صراحة، يعني لو تسمح لي، هو في النهاية آه ودي كونسبت انا كنت متأثر بيه، هو البير بريشر. عارف فكرة اللي هو انا عايز ابقى زي عمر، انا عمر عمل كذا وكذا وكذا، فانا عايز ابقى زي عمر، انا عايز ابقى اعيش نفس تجربة عمر، اعيش نفس الاكسبيرينس، او اعيش نفس الحياه اللي انا شايفها من بره، انا ما شفتهاش من جوه، صح؟ وده يمكن اهميه اللي انت كنت بتقوله دلوقتي، اللي هو انت حتى لو ما عندكش حاجه تقولها كتير، لكن مجرد بس فكره ان انت هتحكي قصتك، هم هيعرفوا، ما تشغلش بالك انت، هم هيستنبطوا العبر. صح. لان انت شخص عبره اصلا في حد ذاتك. أنا إيش أنا، لا والله ربنا يبارك لك، يا ربنا يبارك لك. اتمنى تبقى عبره طيبه، يعني ما تبقاش عبره بالمعنى السلبي يعني. المهم لا هي فكره، لا الريسيبي مختلف، الوصفه مش واحده، الوصفة مش ذا سيم خالص خالص. ويعني لو هطلع بحاجة، يعني هما جملتين هقولهم وبس، هما هقول الجملتين دول، هو الوصفة مش ذا سيم. اللي يسعدك او يفرحك او يحسسك بالسيلف ستيم وبالنجاح وكذا وكذا وكذا، مش هو خالص اللي يبقى مناسب لغيرك، او هو اللي اتحقق مع غيرك. آه، اوصف واحسب حسبتك ووزنها، وحط في الميزان قبل النجاح الاكاديمي والعلمي و ممكن ده انا ده ماي بوينت اوف فيو، ممكن مع غيري يبقى زي ما قلت الوصفه مختلفه. بس النجاح الاسري انا شايف ان هو يتحط الاول، يعني حط النجاح الاسري الاول، وبعدين حط اي حاجه تانية هتنجح. بالنسبه لي كده الوصفه تبقى مبلوعه، تبقى مقبوله. مش معنى كده انك هتضحي بده على حساب ده، او هتضحي بده على حساب ده، لكن هي زي ما قلت ترتيب اولويات، انت هتحط ايه الاول في الميزان. آه، يمكن بعد مرور الوقت لو اتسألت الكلام ده من 10 سنين فاتت، كان ممكن اقول لا، انا كان ممكن اأجل حاجات معينة في حياتي لحساب حاجات تانية، كنت ساعتها اشوف ان هي اكثر اهمية، ان الاهتمام بيها يبقى بالوقت ده.
لكن هو في الاول وفي الاخر هو يعني اقدار، وهي يعني حياه انت بتعيشها كده ولا كده، مش طول الوقت انت مخير فيها او يعني مختار فيها. لكن لو قدامك الفرصه انك تختار، آه، اسال نفسك السؤال ده كويس جدا، وما تحاولش تضغط على نفسك بانك والله هو ده نفس البثوي اللي نجحوا لازم امشي فيه فانا كمان همشي فيه. الاجابه لا. الاجابه ده مش بالضروره يطلع نفس البثوي اللي ينجحك انت او يوصلك انت للنجاح. والنجاح دي حاجه نسبيه، او خلينا اقول استبدل النجاح بلفظ تاني وهو السعاده. الاهم من النجاح السعاده من وجهه نظري. لو انت مش مستمتع بنجاحك من وجهه نظرك، او من باللي انت شايفه نجاح، فانت ما استفدتش كتير خالص. استمتاع الاخرين او رؤيه الاخرين ليك مش هي دي الاهم. الاهم انت شايف نفسك ازاي، هل انت راضي عن اللي بتعمله ولا لا. وجزء من رضاك هيتحقق او هيجي من انك آه، ترتب اولوياتك وتاتشيف الساتسفاكشن وفقا لهذه الاولويات. ساعتها في النهايه هتلاقي البيع على بعضيها رابح البيع زي ما بيقولوا يعني. جميل جميل، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. يعني انت يعني ايه، دخلت في السؤال اللي هو كان المفروض اخير بالنسبه لي، اللي كنت اسالك هتنصح الناس بايه. فربنا يبارك لك. النصيحه الاساسيه ترتيب الاولويات، وخلي بالك من من ايه من من مش من اسرتك زوجي او من اكيد. الجانب مش من الاجتماعي. زوجي لا. خلي بالك الجانب الاجتماعي، ورتب أولوياتك وتوكل على الله. والريسيبي بتاعتك مش عمرها ما هتكون زي حد تاني. فربنا يبارك لك والله على وقتك، ويعني صراحة ميتنج ممتع جدا يعني، جدا بالنسبة لي أنا قلت شخصيا. الكلام ده قلت الكلام ده لكام واحد قبل يا عمر. هو زي ما أنت قلت كل واحد الريسيبي بتاعته مختلف. صح صح. زي ما أنت قلت يعني ناخد كلامك وهديهولك تاني. ورد عليك. هذه بضاعتكم ردت اليكم. يعني ربنا يبارك لك. وهي الميزة تعرف الميزة في الأفكار، إن هي كل ما تشاركها أكتر كل ما بتكبر. يعني ده ممكن مثلا المية، مثلا لو معاك كوباية مية لو اديتها لحد خلاص هو شربها. لكن الفكرة لو اديتها لحد بقى في اتنين شايلين فكرة، وكل ما كبرت هو ممكن يرد عليها، فالفكرة هتكبر أكبر وأكبر يعني. في الشيرنج وفي نولج أو اكسبيرينس، صراحة واحدة من أمتع الحاجات يعني، المفيدة للي بيشاركها وللمستقبل يعني، للدونر والريسيبيانت. زي ما احنا بنتكلم طب بقى. فربنا يبارك لك. آه... اهم حاجه بس ناخد ما بقى يحصلش ترانسبلانت ريسبشن. ربنا يبارك لك. كان وتخيل انت معانا يعني غير الاطباء لما يسمعوا القلش الطبي بتاعنا ده بيبقى احساسهم عامل ازاي؟ احساس صعب قوي صح؟ كان عندنا مشكلة والله في التواصل مع النون ميديكال. انا مش عارف لغايه النهارده، انا لو مراتي مش دكتوره كنت يعني هتكلم معاها بالميديكال ترمينولوجي ازاي يعني. كان هيبقى صعب والله، كان هيبقى الموضوع فعلا صعب. بس الحمد لله. الحمد كونكشن لله.